صناعة الصخور اللي هي صخور الأهرامات، أنا كنت مفكر الأمر صعب. الأمر أبسط مما تتخيل. يعني أنت بتعملها نظام أدوار في البناء مع الشكل الهندسي اللي أنت وضعته. بتبني يجف، بتبني، لذلك في تماسك في أحجار الأهرامات رهيب سبحان الله. ولا يصلح البناء بأنك أنت تضع ملاط بين الصخر والصخر. لا يصلح في قدر الطاقة. يعني أنت بتبني الصخور تمام بنظام الصب السائل. بيصب السائل أنت بتعمل المحيط كله مثلا في يومين أو في 3. محيط الآلة كله في الأسفل، وبتنتظر ممكن يوم يجف، بعد كده تيجي تاني يوم تبدأ فوق منه. وعندما تصب السائل فوق الصخر الذي جف يتماسك بدون ملاط سبحان الله. يعني انت الصخر اللي هتصبه في البداية بيجف، بيأخذ وقت معين بيجف. على ما انت تخلص الصف الاول هتيجي بعد كده تلاقيه جف، هتبدأ تصب فوق منه. فبناء الآلة لم يستغرق شهور. اللي يقول لك 20 سنة، شهور فقط، والله أعلى وأعلم. فيش سنوات، ما فيش سنوات في بناء الأهرامات. الأهرامات بنيت بهذه الطريقة. كان مع سيدنا سليمان الجن، وكان معه آلات لا نعلمها، وكانت الآلات مع الجن يرفعون السائل ويصبون هكذا بسرعة لا تتخيلها. يعني ما فيش 20 سنة، ده كلام تخريف اللي بيقولوا زي حواس، وبيقولوا اللي واخدين الآثار بعلم خاطئ دول. يعني ده بيخرفوا. الأمر ما استغرقش 20 سنة، شهور تم بناء القدر الضخم اللي انت شايفه ده في شهور، بالطريقة اللي أنا بقول لك عليها. واللي يؤكد الكلام اللي أنا بقوله إنه ما فيش ملاط بين الصخر والصخر، ما فيش ملاط. لو قطع الصخر يا أيها الغبي اللي بيقول لك قطع الصخور مش عارف من جبال ايه ورصوها، لو قطع الصخر أيها الغبي ما تماسك الصخر مع الصخر الآخر بدون ملاط. أيها الغبي، يعني اعقل. لا يتماسك الصخر مع الآخر إلا إن كان أحدهما جاف والآخر سائل، ويجف فوق الجاف. يعني السائل يجف فوق الصخر الجاف. فهمت حاجة أنت؟ يعني أنت اقطع على كده قلبين طوب، هات قلبين طوب تمام، حط القلبين فوق بعض وابني بناء واعمل له كده هتلاقيه وقع. ما هو صلب، انت جبته صلب ما جبتوش سائل. انت فاهم كلامي؟ ومفيش ملاطب في الأهرامات، مفيش محارة. يعني احنا بالبلدي مفيش محارة بين الصخور. ازاي تماسكت الصخور يا ايها الجاهل؟ زي حواس اللي بيخرف ويقول لك بنوه في 20 سنة وقطعوا الصخر من الجبل. يا جاهل، لو كان ده تم ما تماسك الهرم يا جاهل. إنما كان يجف الصخر الأسفل ويصب فوقه سائل يجف فيتماسك القطعتان أيها الجاهل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.